صاحب الشركة قال لي: أحمد، بنتي زي ما أنت عارف عمية، وأنا كمان عرفت إن عندي مرض خطير، والدكاترة قالوا لي إني محتاجة عملية خطيرة على المخ. وجامعهم كل الدكاترة أجمعوا إني أعملها بالخارج، ورشحولي دكتور بالاسم. وأنا حاسس إني يا ابني مش هرجع تاني، وبنتي ندى ملهاش غيري في الدنيا دي. وأنا فكرت كتير أعمل إيه عشان أكون مطمن عليها. أخاف أخدها معايا أموت هناك، وهي معايا تتبهدل هناك في الغربة. فلقيت إن من الأفضل إنها تفضل عندك هنا فترة العملية لحد رجوعي، لإني كمان أنا عندي خلافات ومشاكل مع ناس، وكانوا بيهددوني بإنهم هيضروا بنتي بمكروه، وأخاف عليها منهم. فأفضل مكان هو هيكون عندك، لأن مفيش حد هيتوقع أبدا إنها موجودة عندك، وبكده هتكون في أمان. وأنا كمان هطمن عليها معاك يا ابني. عارف أخلاقك، وعارف إنك صعيدي وابن بلد، وعارف يعني إيه شرف، وراجل يحافظ على الأمانة اللي بين إيديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم سخر لي جنود الأرض وملائكة السماء وكل من وليته أمري، وارزقني حظ الدنيا ونعيم الآخرة، ويسر لي كل أمر عسير، وكل ما أريد كن ليكون بحولك وقوتك ورحمتك يا رب. اللهم ارزقنا براحة البال وتوفيق من عندك، إنك على كل شيء قدير. وبنتي هتبقى معاك أمانة لحد ما أرجع بالسلامة. إن ربنا كتب لي الرجوع، ولو ما رجعتش يا ابني وحصل بينكم قبول اتجوزها، ولو ما حصلش يا ابني قبول بينكم أي هتبقى أختك. وأنا مش هوصيك يا أحمد يا ابني، ندى ندى مش هيبقى ليها غيرك يا أحمد. ولو جرالي حاجة هجيبها لك بكرة، هجيبها لك يا ابني قبل ما أسافر. بس في حاجة لازم ما تنساهاش، ندى ما تعرفش حاجة خالص عن مرضي، وأنا مفهمها إني مسافر لشغل مهم ما ينفعش ألغي، وإني مش هطول. فطبعا لازم تبقى واخد بالك وما تجيبش سيرة قدامها خالص بمرضي أو بإني هعمل عملية خطيرة. تمام، رد أحمد قال تمام. قبل ما أكمل هعرفكم على نفسي. أنا أحمد، 23 سنة، الحمد لله، متربي في وسط عيلة متدينة ومحترمة في بلد من الوجه القبلي. شاب كان يشهد للجميع بالتفوق وحسن الخلق والوسامة. أنهيت دراستي ودورت على شغل في مجال دراستي طبعا، ولكني ما لقيتش في بلدنا. اتوسط لي واحد من قرايبي عند والد ندى عشان يلاقي لي شغل في القاهرة، وفعلا لقالي شغل عنده، وأصبحت دراعه اليمين. كان دايما يشكر فيا ويقول: كان نفسي يا ابني ربنا يديني ابن زيك، بس ربنا عوضني بيك وببنته ندى، 18 سنة، بنوتة جميلة، ربنا مديها جمال لا يوصف، وكأنه معوضها عن بصرها. بنوتة حساسة، وجعلها مش بس جمال شكل، لا، ده جمال روح كمان. بس فعلا الحلو ما يكملش، سبحان الله. هي عامية نتيجة حادثة عربية اتعرضت ليها هي ووالدتها وهي صغيرة، وفي الحادثة دي اتوفت والدتها. وعرضت ندى على دكاترة كتير جوه وبره، لكن للأسف بدون فايدة. تاني يوم رن جرس الباب، فتحت. قال والد ندى: ادخلي يا ندى، زي ما قلتلك هتقعدي مع أحمد شوية لحد ما أسافر وارجع. ادخلي انت كمان يا نعمت. أنا يا أحمد جبت نعمت البنت اللي بتبقى معاها تساعدها. وأخدني والد ندى على جنب وقال لي: ده شيك بمبلغ اصرفه، وافتح ليك حساب وحط المبلغ فيه،
ودي أوراق الملكية الخاصة بكل حاجة ملكي مكتوبة باسم ندى. ودي فيزا خاصة بندى عشان تسحب منها لما تعوز أي مبلغ. يا أحمد، أنا مش هوصيك تاني، وأنا همشي بقى عشان ميعاد الطيارة قرب. ومشى والد ندى، وفضلت ندى ونعمت واقفين. فقلت لهم ليه واقفين لحد دلوقتي؟ اتفضلوا اقعدوا، البيت بيتكم. ردت عليا نعمت: طيب كنت عاوزة أعرف الأوضة اللي هتقعد فيها ندى فين هي؟ فشاورت عليها، فخدت الشنطة اللي كانت معاهم ودخلت عشان تحط هدوم ندى احتياجاتها في الأوضة. ندى حسست بإيديها على الكرسي اللي وراها وقعدت وقالت: يا رب ما نكونش ضيوف تقال عليك. أنا عارفة إن الواحد بيحب يكون واخد راحته في بيته، فمعلش بقى هنتقل عليك. أنا مش عارفة ليه بابا صمم إني ما أقعدش في شقتنا لوحدي، مع إني نعمت معايا وهو كام يوم وهيرجع. فقلت ليها: ليه الكلام ده؟ هو أنت حاسة إني متضايق من وجودك؟ ده بالعكس، ده أنا كنت متضايق من قعدتي لوحدي. دي القعدة لوحدي مملة قوي وتخليني هتجنن. ده أنا في بعض الأحوال إني بكلم نفسي. قالت لي: أنت بتقول كده بس عشان تبين لي إنك مش متضايق. قلت لها: أنت حساسة قوي يا ندى. وندهت نعمة على ندى وقالت لها: الأوضة جاهزة لو عايزة ترتاحي شوية. قامت ندى وقالت: بعد إذنك أنا هدخل الأوضة. وطلبت مني أنده على نعمة علشان تاخد بإيدي لحد ما أحفظ المكان وأعرف الأماكن بالشقة. فعلا ندهت لها على نعمة، جت أخدت بإيدها ودخلتها أوضتها. وشوية ولقيت الباب بيرن. فتحت، لقيت أسماء بنت الجيران في الشقة اللي قصادي. أول ما فتحت قالت: مين اللي كانوا عندك دول؟ ومين البنتين اللي لسه جوه؟ رديت عليها وقلت لها: في ايه يا اسماء، انت بتراقبيني؟ قالت لي: اه براقبك يا احمد، انا بحبك يا احمد وبغير عليك. قلت لها: تاني 100 مرة اقولك انا مش بتاع حب والكلام الفاضي ده. انا راجل، وقت ما احس ان ظروفي تسمح بالجواز هتقدم للإنسانة اللي بحس بيها وبحبها إنها تكون شريكة حياتي. ويا ريت تتفضلي بقى وبلاش فضايح. قالت: فضايح؟ الفضايح هتحصل فعلا لو ما قلتليش مين اللي جوه، مين اللي جوه دول وتفهمني. قلت لها: وقت تاني، اتفضلي بقى. وطلعتها بره وقفلت الباب. وكانت ندى سمعت صوت أسماء وهي بتتكلم بصوت عالي، فطلبت من نعمة تخرجها تسمع وتسألني هو في ايه بعد كلامنا أنا وأسماء. فلفيت لقيت ندى، قلت لها: أنا آسف للإزعاج اللي حصل. تلاقيها قلقت راحتكم. ابتسمت لي ندى وقالت لي: باين عليك شقي يا أستاذ أحمد. أحمد؟ لا شقي إيه بس، أبدا والله. ندى: طبعا مش من حقي أسأل مين دي. أحمد: لا أبدا، دي جارتنا اللي في الشقة اللي قصادنا. ندى: أنا معرفش إن الجارة بيبقى ليها حق تتكلم مع جارها بالشكل ده. ندى رد عليها أحمد قال لها: عارف، أنا مش عارف إيه اللي أقولهولك، بس هي طبعها كده. وأنا لولا إن الشقة واسعة ومستريح فيها وقريبة من شغلي أنا كنت نقلت من زمان. أنا إنسان في حالي ودغري وما بحبش الدلع واللوع. ندى: أنا عارفة. أحمد: عارفة إيه؟ ندى: والدي كان دايما بيكلمني عنك وعن أخلاقك العالية. أحمد: خير يا رب، كان بيقول عني إيه تاني كمان؟ ندى: إيه خفت كده ليه؟ ده كان بيقول فيك شعر، وفي أدبك وتربيتك ورجولتك وشهامتك وأخلاقك، وإنه كان نفسه يكون ليه ابن زيك. رد عليها أحمد: ياه، كل ده؟ طب الحمد لله، وهو كمان زي والدي بالظبط. سألته ندى: أمال فين والدك ووالدتك؟ ما جبتهمش يعيشوا معاك ليه؟ هو في حد يقدر يعيش من غير والده ووالدته؟ وهنا أقول لكم نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.